وكأن توجيهات السيد الرئيس ليس لها صدى عند البعض. للأسف ما زالت عمليات شراء الأصوات مستمرة. كالعادة بنطلب حماية الدولة المصرية، وبنطلب تدخل الدولة المصرية عشان إيقاف هذه المهزلة اللي البعض مصمم إنها تستمر. عمليات تزييف إرادة المصريين مستمرة. بنطلب تدخل الدولة المصرية علشان إيقاف هذه المهزلة. احنا في مزدقان أبو القاسم في منطقة سوق اللبن. اتفضلوا، ده المكان اللي بيتم شراء الأصوات فيه. ده شراء أصوات. حبيبي على المستشار. صور كله متصور بس والله بيحبوك من غير اي حاجه حبيبي يا كبير.